أولا نحتاج كمية من زهور شجرة العرنج. أنا كنت قطفت كمية. هو من الأحسن تكون الحبة مقفولة هكا، تكون مازالت ما تحلتش يعني كامل، تكون هكا باسكو هكا فيها مازالت مقاردية لي زاغوم تاعها لداخل. نحتاج كوكوت مينوت، ونحتاج هذا عبارة عن التيو تاع الاكواريوم. تقوم بلفه 3 لفات كيما هكذا. انا حكمته بالشريط اللاصق خاطر ماش هذه الجهة نركبوها في غطاء الكوكوت، هذا 3 لفات نحطوهم في الماء البارد، والجهة الأخرى هذه نحطوها الجهة الأخرى نقوم بوضعها هنا في القارورة هذه. اذا كي نحطوا هاد اللفات هادو في 3 في الماء البارد راح تصرى لا كوندنساسيون، بخار الماء اللي يخرج منه راح يتكاثف ويتحول الى قطرات، وبذلك نحصل على ماء الورد. اذا وهذه الطريقه تكون على نار ليلة بزاف. اذا نضع زهور في لاكوكوت. انا كنت غسلتها، ما تصوروش الرائحة كيفاه يعني شذية، رائحة الأزهار الله الله. ثم بعد ذلك نضيف هذو كنت غسلتهم انا باش يمدولي باه نسم بهم ماء الورد تاعي. انا نحبو منسم. هذه اخت كاين يزيد كاين ما يزيدش. انا نحب هذو نحب نزيدهم يجي منسم فيه نسمة لارنج. اذا بعد ما قمت بملء الكوكوت تاعي بكمية من الماء، نحطو لها القفل تاعها. انا يعني هذا الكوكوت نقفلوها. راح نعاود معاكم طريقه باش تفهموها. لا كوكوت مينوت تاعك الانبوبه هذه الانبوبه لازم تربطيها تكون متصله مليح بالغطاء بمكان الزفاره تاع الغطاء تاع لا كوكوت مينوت. ومن بعد لاحظي معايا، ومن بعد تجي لهنا هكا وديري 2 دورات داخل الماء وتجي خارجه هنا في القاروره اللي تقومي اللي تملئي فيها ماء الزهر. هنايا نغطيها بكتانه ولا طرف قماش ولا طرف علاه نغطيها باش ما يتصاعدوش الابخره هذوك، باش نحافظ على النكهه نتاع الماء نتاعي يجي كونسونطري. بالنسبه للماء هذا فيه سر باه تصلح لكم عمليه لا ديستيلاسيون هذه او التقطير. لازم الماء هذا يكون بارد، اشاك فوا لازم تبدلوه. هو راح يسخن لانه بخار الماء ساخن راح يخرج منه، كي يوصل للماء البارد راح يسخنه. احنا عمليه التقطير هذه بخار الماء راح يخرج منه وراح يلتقي بالماء البارد هنا. بخار الماء راح يتحول الى قطرات، يتلموا هذوك القطرات في بعضهم ويمدوا لك هنا قطرات اللي يجيو للزجاجه نتاعك. القطرات هذوك تاع البخار اللي يتصاعد من الورد، هذه هي عمليه التقطير. هذا هو عمليه التقطير. اذا نتحصلوا هنا على ماء الزهر الخالص، يعني خدمتيه يعني في دارك وبيديك، ما كانش كيما الحاجه اللي تستخدم في الدار. يعني هذا تاع الشجره تاعنا، ما تصوروش كيفاه رائحه الورد، يعني راهي معمره البيت رائحه الزهر. شوفي سيدتي، هاهم هنا قطرات، شوفوا معايا قطرات هم بداو يتصاعدوا. نزيد شويه للنار فقط. ما تنساوش برك ما لازمش تغفلوا على كوكوت تاعكم، ولازم تكون نار دليله دو طون زون طون. هاهي القطره هنا، هاي تلمت، هاي قاعده هاي قطرت، هاي قاعده تقطر. هنا راني كي زدت لا كوكوت انا راني مدارتها على ابتيف. هاكي قاعده تشوفي كيفاه قاعد يقطر. تتحصلي هاد القطرات يتلموا، هذه يسموها عمليه تقطير ماء الزهر. هاد القطرات كيتلموا ويديروا لي ماء الزهر. هاي الكميه اللي لميتها.
إذا هذه هي عملية تقطير أزهار ماء الزهر أو ماء الورد في المنزل. نتمنى تجربوها وهكذا تكونوا ما تزيدوش تشريو يعني من برا وتعلموا تقطروا في المنزل. نوعدكم بالمزيد من الفيديوهات كيفية صنع أي زيت عطري، مثلا زيت إكليل أو عطرشة أو ابتداء من نبات، وكذلك تقطير الأشياء أخرى. إذا أعجبكم الفيديو لايك، وما تنسوش لايك والضغط على اشتراك أسفل القناة والجرس بالنسبة للجدد اللي انضموا معنا. أما بالنسبة للمشتركات اللي معايا راهم ابوني ديجا من قبل، ما تنسوش لايك وتشرفوني بتعليقاتكم وتبارطاجيو الفيديو من فضلكم حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الناس، يعني تتعلم كيفاش تقطر بالطريقة هذه. طريقة سهلة ودون استعمال آلة التقطير. هذا كل ما في جعبتي إلى اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء، مع إهداء خاص لأم مريم وأم عبد الحفيظ. شكرا لكم يعني على وقفتكم معايا.